السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما ننخدعش واحنا بنشتري ساعة لأنها سويسرية أصلية وهي في الحقيقة مش كده. لو ساعة سويسرية أصلي لازم يتوفر فيها أولا يكون مكتوب عليها سويس ميد وليس سويس مود. سويس مود يعني موديل سويسري، لكن ممكن يكون بلد الصنع أي بلد في العالم. أما سويس ميد يعني إن الساعة صناعة سويسرية أصلية. ثانيا، الساعات السويسرية الأصلية بتتمتع بحركة أوتوماتيكية للساعة، يعني ما بتشتغلش بالبطارية، بتعتمد على حركة التروس ومكوناتها الداخلية إنها بتفضل شغالة. الساعات بتبقى هاند ميد بشكل دقيق جدا من صناع بروفيشنال مهرة جدا في هذا المجال. الساعة بتفضل شغالة طول عمرها لوحدها من غير بطارية بحركة لا تنتهي. ثالثا، ودي من أهم حاجة، إن ماركة الساعة اللي بتشتريها لازم تكون مسجلة في اتحاد الصناعات السويسرية، وعلى الشاشة أسماء الماركات دي. ومن أعرق ماركات الساعات وأجمل أشكالها وأقيمها ماركة اسمها برنارد إتشماير. ساعات عريقة بتقترب على 100 سنة موجودة، مش بس ساعات وده ساعات ومجوهرات، لأنها في الأصل هي من أقدم وأعرق مسابك الذهب على مستوى العالم. موديلاتها دايما فيها جديد، تتميز تصميماتها بالجمع بين الأصالة والمعاصرة، أشكال منتهى الفخامة والرقي، حريمي ورجالي من أجود الخامات وطبقا لمواصفات الجودة العالمية. وبعض الساعات مطلية بالذهب وبعضها مرصع بالألماس بمينا من عرق اللؤلؤ. وللرجال عشاق كرة القدم واللي بيحبوا فريق مانشستر سيتي خاصة، قدمت ماركة سيمير، وهي ماركة عريقة أيضا في الساعات السويسرية ما يقرب من 100 عام، وهي الراعي الرسمي لفريق مانشستر سيتي. قدمت ساعات مطبوعة على المينا شعار الفريق، وهي الساعات اللي بيرتديها لاعبو الفريق كلهم، تتمتع بمميزات عديدة رائعة. يوجد فيديو مفصل عن ساعات سيمير بهذا العنوان الظاهر على الشاشة، وكذلك موجود فيديو مفصل عن ساعات برنارد إتشماير بهذا العنوان. الفيديوهين موجودين بقناة يوتيوب شقة وعربية. وللإجابة عن أي استفسار بخصوص الساعات والأسعار وكيفية طلبها من الوكيل والشحن والتوصيل داخل مصر ومختلف الدول، تواصل فون واتساب مكتوب على الشاشة.